الناس كلها بتقولي اشتغل فريلانسنج كأنه حاجة سهلة، بس ممكن يكون سهل فعلا وانا ما اديتش نفسي فرصة. انا سهيلة بجرب شغلانات مختلفة لحد ما اكتشف انا شاطرة في ايه. عملت اكاونت على فريلانسنج ويب سايت وتهت بقى في وسط زحمة الشغلانات الكتير اللي موجودة. حاولت ادور على اكتر حاجة سهلة مش هتحتاج مني اني ابقى دارسة حاجة معينة، لحد ما لقيت شغل محتاج بس ان انا ابقى بعرف اقرا واكتب، وهو تفريغ المحتوى. وده عبارة عن ان انا بسمع فيديو وبكتب الكلام في فايل وورد او حاجة ينفع الشخص يطبعها بعد كده. علشان ارفع الخدمة محتاجة احط تسعيرة واحط وصف للخدمة، فدخلت عملت اناليسز للناس اللي بتقدم الخدمة دي وشفت الاسعار تبقى في حدود كام، بيقدموا الخدمة بطريقة عاملة ازاي. لاحظت ان الغلاف عامل مهم في جذب انتباه، فعملت الكفر ده واظن مفيش لفت انتباه اكتر من كده. واخيرا رفعت الخدمة. معرفش ليه الموضوع طول معايا، بس مبسوطة ان انا خدت الخطوة دي وعملتها. يا ترى بقى حد فعلا هيكلمني؟ الله اعلم. ولحد ما اول ريكوست يجي